السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. بانتصار قوات شعبنا المسلحة على ميليشيا التمرد والبقي والسلب والنهب، فشل مشروع محمد بن زايد في مشروعه الاستعماري لمنطقة شمال أفريقيا، والذي أحبطته من قبلنا الجزائر وليبيا بعد انتصارها على ميليشيا خليفة حفتر، والآن يهزم في السودان ومقبل سيهزم في مصر بإذن الله تعالى. فأمثال محمد بن زايد ما هم الرجال اللي يستطيعوا السيطرة على منطقة فيها رجال وفيها جيوش قوية صلبة. جيشنا الجيش السوداني أكثر من مواطني الأمارات كلهم. جيشنا بس القوة بتاعت الجيش السوداني أكثر من مواطنين الإمارات كلهم، فهو لا يستطيع أن يفعل شيء، وإذا دار يجي خليه يجي، والتجربة خير برهان. أما الميليشيا عندنا هنا الجيش الحمد لله بالنسبة لحمايتي وديناه لله، والقوني أخوه كذلك وديناه لله. وأما عبد الرحيم ده قالوا جاري مري عزبة، خلى الجيش وليادات الناس في الشارع. فقوات شعبنا المسلحة منتصرة بإذن الله تعالى، وغادتنا في الميدان مع جنودهم. نتحداكم جيبوا لنا أي واحد من أولاد دقل وخليه يجينا في أي مدينة، إن شاء الله يجينا في كبكابية، في أي مدينة يجينا عبد الرحيم دقل والله حميتي والله القوني وحميتي دي الفاتوا لي الله تعالى ما بيصهروا إلا يوم القيامة. أما عبد الرحيم ده جرى أمه ما بتجري زي جري ود الكلب، ما قال راجل لا يغير الحكم في السودان. فيبقى نحن بنقول لكم يا شماشة، يا ملاقيط، يا مقاطيع، يا نصكم تشاديين ونصكم نيجريين، احترموا نفسكم واقعدوا بيروقة. فجيشنا ما الجيش اللي بيتفككوا ماليشيا ولا اللي بيفككوا التيس الاماراتي. احنا جيشنا جيش منيع، جيش قوي، جيش يتمتع بوقفة الشعب السوداني الصلبة خلفه. كل الشعب السوداني نساء ورجالا إذا دعا الأمر سيصبح جيش. نسأل الله سبحانه وتعالى لقوات شعبنا المسلح النصر المؤزر. اللهم سدد رميهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم أجمع شملهم، اللهم أخطئ رمية أعدائهم، اللهم زلزل أقدام أعدائهم، اللهم فرغ جموع أعدائهم، اللهم شتت شمل أعدائهم، اللهم أجعل الدعم السريع ومن والاه وأموالهم وعتادهم غنيمة للمسلمين ولقوات شعبنا المسلحة. ونسألك اللهم أن تهلك قحط ومن يؤازرها ومن يؤيدها، أنت ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.